مرحبا بك في محطة التوجيه، المكان اللي تعدى له كل إنسان أول ما يولد باش إحنا نقرروا له مستقبله ونخططوا له حياته، اللي باش تكون مسجلة في الأرشيف نتاعنا بكل تفاصيل كيما حياتكم الكل، خاطر إحنا السيستم ومصلحتك تهمنا. أكا علاش إحنا خططنا لك حياتك الكل من اللي تتولد اللي تتخرج، باش تدخل تقرا في الروضة، المدرسة، الكوليج، ليسي، الجامعة، باش تقرا حوايج ماهيش باش تنفعك اصلا في حياتك، لكنك باش تقراي خاطر احنا خططناه، لان ما نحبوكش تتعب روحك وتفكر وحدك، نحبوك تكون موظف مطيع، تعيش موظف، تفكر موظف، تموت موظف. وبعد يجي موظف جديد يشد بلاصتك، خاطر انت في الحقيقه ماك الا بطريق، وقت تفرغ مصلحتك ومصلحتك تهم. وكان عرفنا انك فقت ولا تفتش على حقك باش نحتكروا كل شيء ونخلوك تفتش على السكر، على الحليب، على الزيت باش ما تفيقش بينا احنا شنو قاعدين نعملوا في الكوليس. اما ما تخافش، انت باش تكون حر كيف 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 كيف, كيف. تنجم تقول اي حاجه تحب عليها، المهم تكون ما تتعارضش مع مصالحنا. تنجم تكون اي حاجه تحب عليها، المهم تكون موافق. تحب تكون طبيب اكيد، اما لازمك تخدم شركات الادويه نتاعك، تجبر الناس انهم يشروا دوايات ماهيش باش تنفعهم، يمكن تزيد تمرضهم، اما هذا ما يهمش، غيرهم باش يتبعوك خاطرك انت طبيب. تحب تكون محامي؟ اي علاش لا، اما لازمك تتبع العداله بتاعك، خاطر العداله مكلفه ومش اي حد ينجم يدفع حق. تحب تكون وزير؟ اكيد، اما لازم تاخذ منه مصالح وتخلي العباد تظن ان مصلحتهم هم، خاطر المعرفه خير والوعي اخير، سايب عليك منه ما همش باهين صح. كل اللي لازمك تعرفه باش تلقاه في التلفزه، وين الاعلام نتاعنا باش يوفر لك احسن انواع الثقافه، الاستفاده والترفيه اللي احنا موافقين عليه ومخصصينه فقط لك انت ولعائلتك. كل ما عليك انك تصح على الورقه هذه انك موافق تخلي حياتك الكل بين يدين الامين، خاطر مصلحتك تهم. فهمتني على شنحكي؟